عملت رز بلبن بس هو مش عادي بجد، مع شوية اضافات طلع احلى صينية رز بلبن هتجربوها، وسهلة جدا ومتأكدة ان هي هتعجبكم. اول حاجة انا النهاردة استخدمت كوباية واحدة من الرز. ضفت الكوباية بعد ما غسلتها وحطيت عليها المية، وهسيبها لحد ما تبقى تقريبا نص سوا، تغلي لحد ما تبقى نص سوا. دي كوباية رز عليها كوبايتين من المية. زي ما انتوا شايفين كده خلاص شربت كل المية، هبدأ اضيف اللبن. انا ضفت حوالي لتر من اللبن، وكمان هضيف السكر. استخدمت حوالي كوباية الا ربع، ودي كريمة طبخ. حطيت كوباية واحدة من كريمة الطبخ، واكيد فانيليا او قرفة زي ما تحبوا. وبعد كده قلبتها وسبتها لحد ما تبقى 3/4 سوا خلاص وتدخل في السوا. والنهاردة انا هستخدم بسكوت لوتس، وممكن تستخدموا اي بسكوت تاني عندكم. فرمته، ولو مش متوفر اللوتس ممكن نفرم اي بسكوت تاني مع الزبدة. وبعد ما حطيت الرز بلبن في الصينية او في الطاجن، هبدأ اوزع عليه البسكوت اللي احنا فرمناه. هوزعه كله، هوزع كمية كده كويسة. كل ما وزعنا اكتر كل ما اديتنا طعم احلى بكتير. وبعد كده هدخله الفرن على درجة حرارة 190، الرف وسط. هو مش هياخد كتير لان هو خلاص 3/4 سوا. ولما يخرج هنشوف النتيجة، وبجد ده احلى صينية رز بلبن هتجربوها.